برافو، والله العظيم برافو. قرارات تاريخية لمجلس إدارة محترم بقيادة حسين لبيب. شابوه حسين لبيب. كل الدعم للناس اللي بتشتغل باحترام وبأدب وبنظافة. كل الدعم ليكم والله العظيم. جمهور نادي الزمالك العظيم ورا مجلس الإدارة من الألف للياء في كل القرارات. تحية شكر وإشادة لمجلس الإدارة بالكامل. عموما مبدئيا إقالة مستر أوساريو وتعيين معتمد جمال بدلا منه مدير فني مؤقت لحين البحث عن مدرب أجنبي أو البحث عن البديل سواء مدرب مصري أو أجنبي. من وجهة نظر الشخصية الجزئية دي أنا على اختلاف فيها مع مجلس الإدارة مبدئيا. تقول إزاي؟ المشكلة مش مشكلة مدرب في نادي الزمالك. كل الناس عارفة القماشة اللي عند نادي الزمالك، كل الناس عارفة الأدوات، كل الناس عارفة الحلول، كل الناس عارفة إن ما عندناش دكة، كل الناس عارفة إن إحنا عندنا أساسا ال 11 لاعب اللي بينزلوا المستطيل منهم 5 لا يصلحوا لارتداء فانيلة نادي الزمالك العظيم. فما تحاسبش مدرب، ما تحاسبش مدرب على فرقة هي دي امكانياتها، ما تحاسبش مدرب على الكلام ده من وجهه نظري. واللي هيجي جديد مش هيغير اي حاجه. الزمالك محتاج صفقات سوبر ومن العيار الثقيل لا يقل عن 6 7 8 صفقات. كل جمهور نادي الزمالك العظيم اللي قاعد في المدرجات وبيسمع الماتشات، لو جبت اي واحد منهم والله العظيم، اي واحد وهو مغمض هيحط لك تشكيل نادي الزمالك العظيم. اي واحد وهو مغمض هيقول لك مين يصلح ومين ما يصلحش. اي واحد وهو مغمض هيقول لك مين اللي يلعب في نادي الزمالك، سواء زيزو، سواء الونش، سواء الراجل العظيم حمزة المسلوسي. رغم ان كلنا كنا بننتقد المسلوسي، لكن راجل بيلعب برجولة. اوباما بدأ يتطور ابن النادي، هيحط لك 5 6 عناصر والباقي كله مع السلامة. عموما فالجزئية دي انا على اختلاف مجلس الادارة. الحاجة التانية، نظف يا باشا، نظف الدولاب بتاعك من كل الملابس الفاسدة، واحنا والله العظيم 3 وراك وفي ظهرك وكل الدعم ليك. الزمالك مش هياخد اي حاجة، لا هياخد دوري ولا هياخد كاس. حتى في ماتش بيراميدز يوم الاربعاء بنسبه تفوق 90% الزمالك طالع، وما طلعش هنبقى احنا سبب في رجوع الاهلي تاني لمستواه. الزمالك مش هياخد حاجه، حتى الكونفدراليه والله العظيم الزمالك بالمستوى ده استحاله ياخد حاجه. دفاعه هش، نص ملعب يفتقد كل المزايا، مفيش اساسا خط هجوم. لازم نبقى فاهمين وواضحين وعارفين الفتره الجايه ان الزمالك هتحصل فيه غربله كبيره، وهيكون سبب رئيسي فيها. وانا واقف هنا وبقول لكم عبد الواحد السيد مدير الكره بنادي الزمالك العظيم، عبد الواحد هيكون سبب رئيسي في غربله الفريق الفتره الجايه بصوره كبيره. عموما لازم نبقى فاهمين المشكله اللي حصلت، سواء صبحي سواء الزناري سواء احمد فتوح. صبحي والزناري تحديدا والله العظيم 3 حاجه تضحك. صبحي والزناري تحديدا، حتى انتوا مش فالحين في الكوره، مش فالحين في الكوره، بتسووا مشاكل حاجه في منتهى الغرابه والله العظيم. الاثنين حرفيا اساسا هم موظفين، واول بس ما حسوا او شعروا ان خلاص الوظيفه بتاعتنا هتروح مننا وهنطرد منها، الشغلانه اللي احنا بناكل منها عيش واحنا اساسا ما بنأديش. عموما اول ما حسوا بكده بداوا يتوسطوا للعيبه ان احنا خلاص عايزين نطلع نعتذر لرئيس النادي عشان رجعنا احسن ما يطردنا من الوظيفه بتاعتنا. والله العظيم 3 انتوا ما بتأدوا اساسا في الوظيفه بتاعتكم، ولا تستاهلوا لا الشهره ولا المال ولا الفلوس اللي انتوا فيه. وانا مع رئيس النادي ان هو ايقاف للزناري وصبحي وعرضهم للبيع. والله العظيم 3 شابوه، ومش هم بس، ده لسه اللي جاي، ودول مش هيبقوا مكبش فدا. والله العظيم انا عارف ان في لعيبه كتير في الزمالك لا تصلح، وعبد الواحد السيد هيغربل الزمالك الفتره الجايه، وانا بقولها وباعلى صوت وواثق بنسبه 100%. عموما احمد فتوح خلاص الفتره الاخيره اعتدنا ان اللاعب المصري نشأ وترعرع وفي دماغه خلاص لازما يكون عنده امتيازات بتفضله في العقد وفي التعامل وبره وجوه الملعب عن كل الناس عن الاخرين. هو خلاص اتعود على كده. لما الحاجه التانيه بيبص دايما للكسب المادي فقط. الكسب المادي يا باشا، انا عايز فلوس، دي شغلانه بالنسبه لي. كره القدم هي وظيفه. ما تقوليش انت وصلتني لفين، انا دلوقتي بقيت فين. هو ده احمد فتوح باختصار. ما بيبصش ان الزمالك عمله او الزمالك وصله لمرحله ايه، هو بيبص هو دلوقتي وصل لفين وسقفه فين. هو ده اللي بص له احمد فتوح، زيه زي امام زي كهربا زي غيره. والحته دي بالذات بتميز الاهلي عن الزمالك لسنين وسنوات. تقول لي ازاي؟ من ايام عصام الحضري، والاهلي كان محتاجه جدا وقتها، ورمضان صبحي وغيرهم كتير. لازم مجلس اداره الزمالك يشتغل باحترام وباحترافيه زي ما هو اخذ القرارات لا رجعه فيها على الاطلاق. وتحيه اشاده وشكر من الالف للياء. احمد فتوح بيبص للكرة دلوقتي خلاص انها على كسب مادي. بالنسبه لي يا باشا وظيفه، واللي هيديني اكتر هروح له وهعمل مشاكل
وما ينفعش حد اساسا، ما ينفعش حد انا اعمل مشكله ويجي يكلمني خلاص يا باشا ده انا في التوب فورم، المفترض ان انا اعلى واحد عندك في الفريق. لا يا باشا والله العظيم، اعلى واحد مش بالحرفنه، اعلى واحد انت اساسا يا احمد يا فتوح. قبل ما تيجي الزمالك مين اللي عملك؟ نفس الحوار نفس الحوار. يعني بن شرقي مشي من الزمالك، والله العظيم انا ما مشيتش وقلت ربنا يوفقه لانه مشي بكل احترام وبكل احترافيه. ليه لعبت كوره؟ حاجه تحزن والله العظيم. ليه لعبت كوره؟ يعني انت هات اي زملكاوي دلوقتي في الكون، اي زملكاوي، وشوف نظرته لامام عاشور، والله العظيم ثلاثه حاجه تحزن. بصرف النظر عن فكره ان امام لاعب موهوب ولاعب اضافه كبيره للنادي الاهلي، بس خلاص نزل من كل نظر كل الزملكاويه. عموما لازم نبقى فاهمين نقطه مهمه الفتره الجايه، ان الزمالك هتحصل فيه غربله شديده للغايه، واحنا ورا مجلس الاداره من الالف للياء بمشيئه الله. اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك العظيم يتحرك دلوقتي، يتحرك، مفيش وقت، خلاص اللاعب عقده هينتهي نهايه الموسم ده. مين هو ده؟ افضل باك شمال في القاره كلها، وسقف رواتبهم اقل من سقف رواتبنا وبمراحل كمان، وبيوصلوا للفينال، بيوصلوا للفينال وبيطلعوا من الادوار الاقصائيه، حد اقصى بتلاقيه في السيمي فاينال وفي فاينال دوري الابطال، والاول موسم لدوري السوبر الافريقي بيوصل للفينال. يحيى عطيه الله باك شمال محترم، باك شمال اضافه، يحيى عطيه الله لاعب الوداد، والله العظيم هيكون اضافه كبيره لاسكواد نادي الزمالك العظيم الفتره الجايه. من وجهه نظري الشخصيه الزمالك ما بيوقفش على حد ولا هيقف على حد على الاطلاق. لازم الزمالك يتحرك، لازم اداره نادي الزمالك تشتغل صح، لازم احمد سليمان ما يطلعش يتكلم في الاعلام. يا باشا اشتغل وهات صفقات واتفق، وفي فترة الانتقالات الشتوية في يناير ابدأ اتكلم، ابدأ اتكلم لما تكون خلصت وفنشت واتفقت ومضيت كمان. عموما نتمنى الفترة الجاية بمشيئة الرحمن تصحيح المسار لزمالكنا العظيم، نتمنى تصعيد يا باشا حبة من الناشئين، صعد حبة من الناشئين الموسم ده. كده الموسم ده الزمالك مش هياخد أي حاجة على الإطلاق، والفترة اللي احنا فيها الفترة العصيبة مخلية كل الناس دماغها اساسا مش في الكورة، محدش دلوقتي بيفكر في الكورة والله العظيم، ولا حد بيسمع عن الكورة، ولا حد بيدور على اي حاجة تخص كرة القدم. فياريت نادي الزمالك يشتغل وبهداوة وبرقي وبتحضر بمشيئة الرحمن للفترات اللي جاية. عموما نتمنى تصحيح المسار لزمالكنا العظيم بمشيئة الله، واتمنى ان شاء الله باذن الله فوز الوداد يوم الاحد 12/11 بمشيئة الله في بريتوريا، وان شاء الله بمشيئة الرحمن وداد الامه، وداد المقاومه، القلعه الحمراء، الشياطين الحمر قادرون على تخطي الصعاب، وان شاء الله اول لقب للمره الاولى في التاريخ في اول بطوله دوري السوبر افريقي. ان شاء الله الوداد يكون حامل اللقب. وداد عنده قياده فنيه ولا اروع، عنده لعيبه واسكواد ولا اروع، عنده طرق لعب ولا اروع. العملود ويحيى عطيه الله اساسا باكات بيلعبوا مهاجم تاني ولا اروع. اتمنى من الاعماق تحقيق اللقب الاول للوداد، وداد الامه، وداد المقاومه. شابوه لرجال المغرب، شابوه للزمالك، شابوه لحسين لبيب. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. حبيب قلبي، دمتم في امان الله.